ابني عنيف أوي يا كوتش، وبيتعامل بعنف كده معايا بشكل صعب أوي، وعمّال بيكسّر وبيرُد على أخته بغلظة شديدة جدًا. للأسف الأولاد اللي بيكونوا محتاجين للانتماء وإن يبقى لهم لازمة وأهمية في المجتمع وفي العيلة، لو ما اتحققوش الحاجتين دُولة عنده وما حسّش إن ليه قيمة ودور بيقوم بيه، هيتحوّل الابن دوّة لآلة تخريب وعنف شديدة في الأسرة. هيبقى هو موجود عشان يخرّب لكم حياتكم، هيبقى موجود عشان يعكنن عليكم بجد. مش بس كده، كمان هيتحول هذا الابن ممكن إنه يكون شخصية اتكالية، اعملوا أنتم، وهو موجود قاعد فعليًا زي قِلّته، يكبر ويكبر الأمر ده معاه، وهو ما لهوش أي لازمة، يبقى كبير وعنده 30 سنة ولسه بابا وماما هم اللي بيصرفوا عليه، علشان اتعوّد إن ما لهوش قيمة. النقطة التالتة أو المشكلة التالتة اللي بنجنيها من احتياج الانتماء واحتياج إنه يكون له قيمة أو لازمة في المجتمع وفي الأسرة لو ما اتغذّوش، هو إنه بيكون شخصية متعلقة تعلُّق زائد بكل حد يرمي له بس طُعم، كل حد يحسّسه بقيمته ويحسّسه إن هو ضروري في حياته. خلّي بالكم من الأمر دوّة، لإن النتيجة بتاعته خطر جدًا، جدًا، جدًا مع أولادنا. انتظرونا بُكرة هنقول لكم تعملوا إيه إن شاء الله. سلام عليكم.